بس انا بصراحه يا استاذ عبد الحفيظ يعني عايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ احلى حاجه فيك انت ومدثر ان انتوا ناس طبيعيه قوي وقريبه مننا، يعني شبه الناس كده، مش متكلفين زي الناس اللي معانا. لا احنا مش متخلفين الحمد لله، ربنا مكملنا بعقلنا يعني. لا انا ما قصدتش متخلفين، بقول متكلفين، يعني ناس بسيطه يا استاذ عبد الحفيظ. احنا بسطاء قوي وايش بقى استاذ دي؟ قولي لي مختار على طول. ايه ده؟ مين مختار؟ ايه ده معلش، اصل ده واحد صاحبي مات غرقان من ساعتها واسمه محفور جوه دماغي. معقول مات غرقان؟ مات يعني؟ غرقان، هيحصل له ايه تاني؟ الله يرحمه. حقيقة يا أستاذ عبد الحفيظ مشاعرك رقيقة جدا جدا، وبصراحة أنت أب هايل. تربيتك لمدثر أنا معجبة بيها قوي، مخليه كده عنده شخصية وسمارت. أنا معجبة بيكوا جدا بصراحة. امال انت فاكرة ايه؟ انت عارفة مدثر ده الله أكبر عليه، بيكسب في الطلعة 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ إيه ده ما شاء الله، 2000 جنيه مرة واحدة؟ امال ايه؟ ليه بقى؟ بيشتغل إيه؟ بيكسبهم منين؟ بيشتغل في الإشارات. إيه الإشارات دي؟ لغة الإشارات يعني، بس هو بيمرن الصم والبكم. ياه، معقول؟ أنا مش مصدقة، طفل في العمر ده وعنده المشاعر الإنسانية دي؟ وحنين قوي. ما شاء الله، حقيقي أنا معجبة بيكم جدا يا أستاذ عبد الحفيظ.